السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم القرص الطرية او القرص الفلاحي بطريقة اجدادنا وامهاتنا، بطريقة تقليدية، يعني بكل سهولة وبساطة تقدري تحضري كل كمية القرص اللي انت حابة تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة، ومقاديرها كلها موجودة عندنا في البيت. هقولك ازاي تطلعي قرصة طرية وهشة من جوه زي بتاعة الافران بالظبط، مفيش فيها اي صعوبة خالص، واقولك ازاي تقدري تحتفظي بيها باكتر من كام يوم وتفضل طرية زي ما هي. اول حاجة ندخل على المقادير بتاعتنا. معانا معلقتين 2 من السكر، ومعانا معلقة بيكنج باودر واساسية ما نقدرش نستغنى عنها، ومعانا معلقتين 2 من اللبن البودر وهو اختياري، لو مش متوفر ما تحطوهوش، ومعانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، لازم يكون نوع دقيق كويس انت هتستخدميه، ومعانا معلقة علبتين 2 من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا كوباية من السمنة، تقدري تستخدمي اي نوع مادة دهنية انت حباها. معانا كيس خميرة فورية، معانا كوب حليب كامل الدسم، لازم يكون كامل الدسم. عايزين نختبر الخميرة بتاعتنا نشوفها شغالة كويس ولا لأ، ودي حاجة مهمة جدا عشان ما تبوظلناش كل الكمية بتاعت يعني المقادير بتاعتنا. هنجيب نص كوباية من المية الدافية، لازم تكون مية دافية، ننزل فيها بمعلقتين سكر، وننزل بيها بكيس الخميرة بتاعنا، ونسيبها لمدة 3-4 دقايق تختمر. لو الخميرة بتاعتك كويسة اشتغلي بيها على طول، مفيش فيها اي حاجة. اما لو هتجربي اول مرة نوع خميرة لازم تعملي كده عشان ما تبوظيش كل المقادير بتاعتك. هنسيبها كده على جنب لمدة دقيقتين تختمر، وبعدين نرجع لها تاني. بعد كده هبدأ اشتغل بالكبة بتاعتي. هنزل كده بالمعلقتين اللبن البودر، هنزل بكل المواد الجافة، وهنزل بالمعلقتين السكر، وهنزل بالدقيق بتاعنا، ونحط عليه رشة ملح صغيرة كده على طرف المعلقة، وهنزل كده بمعلقة البيكنج باودر، وهشغل الكبة بتاعتي دي اخلط بيها كل المكونات بتاعتي. الكبة دي يا جماعة اقسم بالله اختراع، تعملي فيها كريم شانتيه، تفرمي فيها لحمة بصل، تعملي فيها معجنات جميلة جدا جدا، يعني بقت بتسهل عليا كل حاجة. هفتح كده الكبة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وانزل بقى طبعا بالمواد السائله بتاعتي اللي هم علبتين الزبادي. واول حاجه هقول لكم عليها من اللي بتخلي القرص بتاعتنا اول ما تطلعها تبقى طريه وبعد ما تسيبيها بنص ساعه تنشف، انك تستخدمي في القرص حاجه ساقعه. لازم اي ماده سائله انت هتستخدميها لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما بقاش جايبه الزبادي من السوبر ماركت او من التلاجة واروح انزل بيها على الدقيق. اعرفي ان القرص بتاعتك مش هتبقى ناجحه وهتبقى ناشفه تماما. فمن نجاحان الحاجه بتاعتنا لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الخميره بتاعتي اختمرت والنوع ده كويس جدا. فننزل على بالميه كده او بالخميره بتاعتنا على الدقيق بتاعتنا ونشغل الكبه. ممكن نستخدم العجان، وممكن نستخدم ايدينا عادي مفيش فيها، بس الكبه دي ما شاء الله بقت بتسهل عليا كل حاجه، فبقيت بستخدم فيها كل حاجه تماما. هنخلط كده كل المكونات مع بعضها. هفتح الكبة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهنضف الدقيق كده من الجناب في الكبة، وانزل الدقيق كله عشان كل المقادير اللي انا حطيتها في مع الدقيق تندمج كلها كده مع بعضها. وبعدين هكون مجهزة كوباية السمنة بتاعتي، سمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش احط سمنة سخنة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. ممكن نحط سمنة على زيت، زبدة على زيت، اي ميكس انت حباه، المادة الدهنية اللي انت حباها حطيها. وهنزل سرسوب سرسوب كده على الدقيق بتاعي لحد ما كل الدقيق بتاعي يتغلف بالمادة الدهنية بتاعتي، عشان يعني ميبقاش حتة وحتة في الدقيق ما تغلفتش بالمادة الدهنية بتاعتي. لازم وما بشغلش الكبة على يعني على اعلى درجة حرارة، يعني ايه، في المتوسط كده. زي ما انتم شايفين المواد الدهنيه كلها اتغلفت، الدقيق كله اتغلف بالماده الدهنيه بتاعته. بعد كده هنزل بيه اللبن زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى عجينه طريه ومتماسكه، لحد ما تبقى عجينة طرية كده وناعمة في ايديا، ومش متشققة وما فيهاش اي تشققات او حاجة. يعني المقادير بتاعتنا دي بتاخد كوباية لبن. زي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتي لميتها خلاص، عجينة طرية وملمسها طري وناعم جدا زي ما انتم شايفين. مفيش فيها اي تشققات، مفيش فيها اي حاجة، عجينة طرية وحلوة جدا. هغطيها بكيس كده وبفوطة نظيفة، وهحطها كده لمدة نص ساعة لحد ما تختمر. وبعد ما اختمر زي ما انتم شايفين
شايفين هفرغ الهواء اللي فيها كده واقلبها تقلبتين كده في ايديا زي ما انتم شايفين، واكورها كور كده لحد يعني على حسب حجم الكورة اللي انا عايزاه او اللي انا حباه. يعني للقرصة حجم القرصة انا عايزاه ايه، كبير صغير كده، اعمل الكور اللي انا حباه. وبعد كده اغطيهم واسيبهم لمدة ساعة، برضو نص ساعة يختمروا كده. وبعدين اجيب الصواني بتاعتي كده ادهنها بيه الزيت، لازم ادهنها كويس وابططها كده في الصواني بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. ما بططهاش قوي عشان ما تبقاش رقيقة، وهسيبها برضو تختمر لمدة نص ساعة او ساعة على حسب ما احنا حابين، على حسب درجة الحرارة بتاعتنا في الغرفة عاملة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا بططتها كده وبعد سبتها نص ساعة وبعدين اختمرت زي ما انتوا شايفين. وما شاء الله من كيلو دقيق عملت حوالي 30 قرصة، وحطيتها في الفرن على درجة حرارة عالية. واول ما خدت الوش من تحت من تحت وفتحت عليها الشواية عشان القرص بتاعتك تبقى طرية. اول ما تطلع من الفرن ترشي عليها مية، دي تحتفظ بطراوتها وتفضل هشة وطرية وما تبقاش ناشفة. وتغطيها لمدة 10 دقايق بعد ما ترشيها بالمية، تغطيها لمدة 10 دقايق كده بفوطة نظيفة، بفوطة مطبخ نظيفة. وبعدين تقدميها وتاكليها تاكلي منها. القرص بتاعتنا سهله وبسيطه وما فيهاش فيها اي اختراعات خالص. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم بالقناه واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.